أهلا وسهلا بكم في قناة الصعيد سبورت. تضارب في الأنباء حول قرار فاتي بشأن مغادرة برشلونة. آخر أخبار برشلونة اليوم شهدت الساعات الماضية تضارب شديد في الأنباء بشأن مستقبل أنسو فاتي مهاجم برشلونة، وذلك قبل أسبوعين فقط على انتهاء الميركاتو الصيفي. وخسر أنسو فاتي مركزه الأساسي في برشلونة خلال الموسم الماضي، وأصبح لاعبا بديلا في معظم المباريات، مما دفع المدرب تشافي هرنانديز لإبلاغ اللاعب بضرورة ترحيله في بداية السوق، لكن الأخير صمم على البقاء والقتال من أجل الحصول على مركز أساسي هذا الموسم. صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية نشرت مساء اليوم تقريرا تؤكد خلاله أن أنسو فاتي ما زال عازما على الاستمرار، ولا يفكر بتاتا بالرحيل عن النادي خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو. مصادر أخرى تؤكد رغبة فاتي بالرحيل عن برشلونة، لكن الغريب أن منافستها صحيفة آس الإسبانية كانت مزغلية رغبة أنسو فاتي بمغادرة النادي الكتالوني هذا الصيف، وأوضحت أن اللاعب غير موقفه تماما، وأصبح مقتنعا أن فرصته في إثبات نفسه تحت قيادة تشافي هرنانديز شبه معدومة. وأضاف التقرير أن بعد تهميش فاتي في الجولة التحضيرية وعدم الدفع به أساسيا في أولى مباريات الموسم ضد ختافي جعله يقرر الرحيل والانتقال إلى ناد آخر ليتيح له فرصة اللعب بشكل منتظم. من ضمن الأخبار معنا النهاردة كانسيلو يبدأ البحث عن خيارات أخرى غير برشلونة. قرر البرتغالي جوار كانسيلو نجم مانشستر سيتي فتح الباب أمام جميع الأندية المهتمة بالحصول على خدماته، ويرفض حصر مستقبلي ببرشلونة فقط، وذلك وفقا لما أكدته صحيفة ماركا الإسبانية. ويعد كانسيلو أولوية بالنسبة لبرشلونة في الوقت الراهن، حيث يريد المدرب تشافي هرنانديز تدعيم مركز الظهير الأيمن. وقع اختياره على النجم البرتغالي الذي يعد ضمن الأفضل في العالم بهذا المركز، وفي نفس الوقت يرغب نادي بالتخلص منه، لكن برشلونة لم يقدم أي عرض رسمي لجواو كانسيلو أو لمانشستر سيتي حتى الآن، لأن النادي ما زال أمامه الكثير من العمل الإداري والاقتصادي حتى يتمكن من توقيع مع اللاعب. من ضمن أخبار معانا النهارده زهير مانشستر سيتي ليس مستعدا لانتظار برشلونة. أوضحت الصحيفة في تقريرها أن أجواو كانسيلو يدرك جيدا أن البارسا مهتم بضمه، لكنه يعلم أيضا أن النادي يعاني من مشاكل مالية فيما يتعلق بقوانين اللعب المالي النظيف، ويواجه مشكلة في تسجيل 3 لاعبين رغم انطلاق الموسم. ولهذا السبب لا يريد كانسيلو إضاعة الوقت بانتظار برشلونة، لأن السوق سينتهي بعد أسبوعين فقط، وهو مضطر لمغادرة مانشستر سيتي لأنه خرج تماما من حسابات المدرب بيب جوارديولا، مما يجعله منفتحا على الاستماع لجميع العروض التي ستصله في الأيام المقبلة. وبكده نكون وصلنا لآخر أخبار اليوم من أخبار برشلونة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.